رح نبدأ برنامجنا باللغة العربية. طبعا مساء الخير لكل الأخوة المتواجدين معنا في اللايف. أول شيء بدنا نعمل دراسة لتصريحات المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والسفير الأمريكي لدى تركيا السفير السابق توم باراك. بدنا نقرأ تصريح تبعه وبعدين نفسر هذا التصريح وخفايا. طبعا أنا علمتكم على طريقة قراءة التصريحات السياسية خصوصا من الساسة العالميين، وما بنهتم نحن بالتقارير الأخبارية أو رأي المحللين السياسيين بشكل عام على القنوات الأخبارية كلها، لأنه تعلمنا شيء أنه جميع القنوات الأخبارية هي مسيسة ووفقا للداعم أو الدافع هي تجيب المحللين السياسيين اللي بدها وجهة النظر اللي بتعجبها، أنه هي اللي تتحدث. وهذا أمر أعتقد على مدار سنوات طويلة الآن مع الأخوة المتابعين اللي فهموا هاي المسألة، فلم نعد نهتم للأخبار الإعلامية على وكالات الأخبار العالمية أو حتى التقارير الأخبارية اللي تصدر عنهم ما بعد الأخبار أو حتى رأي المحللين السياسيين اللي بيطلعوا بشكل عام. فلذلك رح نأخذ التصريح كتصريح من أحد المسؤولين ونقوم بتحليل هذا التصريح، ما المقصود فيه وما الدوافع وإلى أين ذاهب المنطقة من خلال تصريحاتهم. طبعا المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والسفير الأمريكي لدى تركيا السيد توم باراك ماذا يقول؟ منذ قرن من الزمان فرض الغرب خرائط وحدودا مرسومة ووصايات وحكما أجنبيا، فقد قسمت اتفاقية سايكس بيكو سوريا والمنطقة الأوسع لتحقيق مصالح إمبريالية. سفير أمريكي يتحدث عن المصالح الإمبريالية إلا من أجل لا من أجل السلام. افتح التعليقات، افتحوا التعليقات، بدي أعيد من الأول. افتحوا التعليقات، أنا بقدر أسكر التعليقات، أنا بقدر أسكرها من هون. طيب مساء الخير لكل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا اللايف مرة أخرى. راح أضطر أعيد من الأول مرة أخرى حتى تفهموا علي. المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والسفير الأمريكي لدى تركيا السيد توم باراك منذ قرن من الزمن، يعني منذ 100 عام تقريبا من الزمن، فرض الغرب خرائط وحدودا مرسومة ووصايات وحكما أجنبيا، فقد قسمت اتفاقية سايكس بيكو سوريا. بس سوريا؟ لا، الدول الثانية أيضا الشرق الأوسط كلياته، بس هنا ركز كلمة سوريا والمنطقة الأوسع لتحقق مصالحا إمبريالية لا من أجل السلام، وقد كلف هذا الخطأ أجيالا كاملة ولن نسمح بتكراره مرة أخرى. إذن يقول بأنه اتفاقية سايكس بيكو قسمت سوريا، هنا يخص سوريا بالكلام، والمنطقة بأكملها لتحقيق مصالح إمبريالية اللي كانت بوقتها فرنسا وبريطانيا، وما راعت الشعوب ولم تحققها، قسمتها من أجل السلام. وقد كلف هذا الخطأ أجيال كثيرة من بعدها، أصبح خطأ كبير. شفنا نحن التغيير الديموغرافي اللي حصل بسبب هاي الاتفاقيات، شفنا تقسيم الدول اللي كان ليس بشكل عادل ولم يراعي مصالح الشعوب والطوائف الموجودة في هذه البلدان. طيب ليش السفير هنا يذكر اسم سوريا تحديدا؟ أنه أكثر الظلم حصل في سوريا. نعم هذا حقيقة، أكثر الظلم. طيب ما دام هو خطأ وفرضه الغرب هاي الاتفاقية وقسمت تلك البلدان ليس من أجل السلام ولمصالح إمبريالية، كيف يتم تصليح هذا الخطأ؟ كيف يتم تصليح هذا الخطأ؟ ويقول السفير لن نسمح بتكراره مرة أخرى.
ها معناته في تقسيم آخر حتى لن تسمحوا بتكرار هذا الخطأ. فهمتوا شلون واحد يقرأ التصريح؟ إذا هناك مرحلة جديدة لرسم الخرائط، فالمنطقة لن يسمح الأمريكان حسب قوله هو أنه يقسم مثل اتفاقية سايكس بيكو سابقا، وخصوصا سوريا، لتحقيق مصالح إمبريالية لا للسلام ومراعاة شعوب المنطقة اللي موجودة فيها. يعني مثلا سوريا في عندنا العلويين، في عندنا الكرد، في عندنا الدروز، في عندنا كذا، في عندنا كذا. قسمت سوريا وجمعت هذه البلاد تحت خريطة واحدة من الإمبريالية العالمية، وأوهموا شعوبها أن هذه الخريطة هي خريطة أوطانكم، يجب الدفاع عن حدودها، وحددوا مفهوم الوطنية هنا. فيصعد كثير من الناس الآن يتكلمون بأنه فلان وطني وفلان غير وطني لحدود مصطنعة استعمارية قامت الإمبريالية العالمية بجمعها حسب مصالح. فهنا مفهوم الوطنية هو مفهوم خاطئ جدا. لا يوجد مفهوم وطنية سواء بالدول التي تصنعها تكون صنيعة الاستعمار، وهي لازم نحطها في الحسبان. يعني اللي بيجي بيقول لك أنت لست وطني، أنا وطني لشو؟ لحدود وضعتها الإمبريالية العالمية وأوهمتنا أنه هذه أوطاننا ويجب علينا الدفاع عن حدودها، أكيد لا. فمفهوم الوطنية مختلف تماما عن المفهوم اللي بيذكروه الآن، واللي هو صنيعة الأحزاب القومية من بعد خروج الاستعمار من هذه الأوطان. الأحزاب القومية صنعت مفهوم القومية عفوا مفهوم الوطنية وزرعته في عقول الشعب اللي موجود كلياته، فأصبح كل معادي لتلك الحدود التي رسمها الاستعمار ينعت باللاوطني. فهمتوا المسألة وين؟ كارثة. طيب، لقد انتهى عصر التدخلات الغربية، يقول السفير. لقد انتهى عصر التدخلات الغربية، المستقبل يعود للحلول الإقليمية. يعني أن الدول تتدخل في الدول وتقوم بحروب وإعادة تقسيم المنطقة عن طريق الحروب حسب المصالح الغربية أو الإمبريالية سابقا، لن يتم هذا الأمر. سيتم عن طريق الحلول الإقليمية. طيب شو هي الحلول الإقليمية؟ بدنا نفكر هون بالحلول الإقليمية. شو هون هي نفس الحلول اللي طرحها القاضي عبد الله أوجلان، هي نفس الحلول اللي طرحها في الأمة الديمقراطية، يعني بالكونفدراليات، الفدراليات أو الكونفدراليات اللي موجودة، وإعادة اندماج تلك الكونفدراليات مع بعضها لإعادة رسم الخرائط مرة أخرى، وليس عن طريق الحروب اللي ممكن الدول الإمبريالية في العالم أو الغرب يتدخل فيها ويرسم حدود جديدة ممكن ما تكون منصفة مرة أخرى لشعوب المنطقة كلها. فيقول السفير: لقد انتهى عصر التدخلات الغربية، المستقبل يعود للحلول الإقليمية، يعني الأقاليم. الحلول الأقاليم يعني إقليم شرق الفرات، إقليم كردستان العراق، إقليم باكور كردستان، إقليم روجيلات، أقاليم عربية، أقاليم كذا. فكل الأقاليم اللي بتكون طبيعتها القومية أو الطائفية أو الديمغرافية قريبة من بعض تتحد حسب مصالحها مع بعض برضاها، وهاي بيسموها الحلول الإقليمية. طيب، يقول لك المستقبل يعود للحلول الإقليمية المبنية على الشراكة والدبلوماسية القائمة على الاحترام. يعني الأقاليم تقوم ما بينها علاقات دبلوماسية وعلاقات اقتصادية وعلاقات قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام. وكما شدد الرئيس ترامب في خطابه في الرياض بتاريخ 13 أيار مايو، ولت الأيام التي كان فيها التدخل الغربيون، يعني التدخلات الغربية لتكون في الشرق الأوسط
قصدك عن كيفية العيش وكيف إدارة شؤونهم الخاصة. فيقول هنا خطاب ترامب، عفوا، خطاب ترامب كان واضح في 13 أيار مايو، وتحدث عن التدخلات الغربية في المنطقة كلياتها، وتحدث أن المنطقة يجب إدارتها من قبل شعوب المنطقة نفسها. يقول مأساة سوريا ولدت من الانقسام، يعني الانقسامات اللي حصلت بعد خروج الاستعمار والتقسيمات تبع سايكس بيكو هي التي ولدت هاي المأساة الموجودة في سوريا. مأساة سوريا ولدت من الانقسامات، من انقسامات سايكس بيكو. يعني المأساة التي نعيشها في سوريا الآن هي نتيجة تقسيمات سايكس بيكو التي فرضت على شعوب المنطقة، واللي أدت إلى تغييرات ديمغرافية بالفترة الحقبة اللي فاتت، بالمئة عام اللي فات. أما ولادتها من جديد، يعني هناك أقاليم وولادة خريطة جديدة، فلا بد أن تكون من خلال الكرامة، فلا بد أن تكون من خلال الكرامة والوحدة والاستثمار في شعبها، ويبدأ ذلك بالحقيقة والمساءلة وبالعمل مع دول المنطقة ولا يتجاوزها. يعني مو الدول العالمية تجي حسب مصالحها هي اللي تجي وتقسم المنطقة مرة أخرى حسب ما تستدعيها مصالحها، لا، الشعوب هي التي يجب أن تقرر مصيرها. يقول نحن نقف إلى جانب تركيا والخليج وأوروبا، نحن نقف إلى جانب تركيا والخليج العربي وتركيا وأوروبا، وليس هذه المرة بجنود أو محاضرات أو حدود وهمية. يعني ليس بحدود وهمية اللي حصلت خلال المئة العام اللي فاتت، ولكن بحدود حقيقية وليست حدود وهمية. بل جنبنا بل إلى جانب الشعب السوري نفسه. ومع سقوط نظام الأسد أصبح باب السلام مفتوحا. يقول أنه مع سقوط نظام الأسد أصبح باب السلام مفتوحا. طيب بدنا نرجع للجملة الأولى بالسلام. هلا نحن إذا نقرأ أي تصريح بدنا نرجع للكلام الأول اللي مبني عليه أساسا. هذا الكلام الأول اللي مبني عليه شو هو؟ بيقول لك المنطقة وتحديدا سوريا قسمت من سايكس بيكو وكانت حسب المصالح الإمبريالية لا من أجل السلام. إذن هنا تحقيق السلام يتطلب إعادة تقسيم المنطقة مرة أخرى بشكل عادل، بشكل عادل، ومن خلال رفع العقوبات نمكن الشعب السوري من فتح ذلك الباب أخيرا واكتشاف طريق نحو الازدهار وأمن متجدد. طبعا الرسالة هاي مبطنة جدا وفيها رسائل كبيرة جدا. هذا يعني أنه نحن قادمين إلى مرحلة جديدة من إعادة رسم الخرائط في المنطقة ليحقق السلام لشعوب المنطقة على أساس الأقاليم. طبعا الغبي الذي يقرأ هذه التصريحات رح يظن فيها إيش؟ أنه لم يعد هناك تقسيم في الشرق الأوسط أبدا، مثل ما طلع عليكم هذا الأصلع الدجال واللي بيطلع دائما وبيحكي ويعكس الحقائق، وقال لكم انتهت سايكس بيكو وما حدا رح يتدخل لا في تركيا ولا حدا رح يتدخل في سوريا ولا حدا يتدخل في مكان آخر. نعم هذا كلام صحيح، لأنه سوريا اللي حكى عنها السفير باراك وحددها بالمنطقة كلها بالاسم، أنه بدأت إعادة تقسيمها إلى أقاليم أول وحدة، لأنه هو شايف الحل هو بإنشاء الأقاليم. يعني الحل يكون إقليمي أو إنشاء الأقاليم، وذكر سوريا تحديدا، فهي أول دولة بدأ فيها إعادة رسم الخرائط بالمنطقة كلها، وهذا أمر واضح. برجع بقرأ التقرير مرة تانية لكلياته وكلياته، برجع بعقب
على بعض الجمل مرة ثانية بشكل مبسط أكثر. المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والسفير الأمريكي لدى تركيا، طبعا السفير السابق السيد توم بارك، وهو أساسا مبعوث الرئيس الأمريكي الآن أو الولايات المتحدة إلى سوريا. ماذا يقول؟ يقول: منذ قرن من الزمان فرض الغرب خرائط وحدودا مرسومة ووصايات وحكما أجنبيا، فقط قسمت اتفاقية سايكس بيكو سوريا بعدين والمنطقة الأوسع، يعني من سوريا، قسمت سوريا والمنطقة الأوسع لتحقيق مصالح أمريكية. وهنا قدم سوريا، هو بكلامه يقدم سوريا على الشرق الأوسط كله، يعني أنه سوريا يأخذها نموذج أو كمرحلة أولى أو يأخذها مثال. المنطقة الأوسع لتحقيق مصالح إمبريالية لا من أجل السلام، وقد كلف هذا الخطأ أجيالا كاملة. نعم، كلفها أجيال كاملة، ولن نسمح بتكرارها مرة أخرى. يعني ما راح يسمح لتقسيم سوريا بشاكلة سايكس بيكو من الدول الغربية اللي فقط تراعي مصالحها ولا تراعي مصالح الشعوب اللي موجودة فيها. إذا هنا نفهم جملة هامة للغاية، أنه إعادة تقسيم المنطقة قادمة، لكن ليس بالشكل الاستعماري القديم، ليس بالشكل الاستعماري القديم، دول تحت الدول كلياتها وتيجي تقسم ما بيناتها تلك الدول وبعدها ينتج عنها دول جديدة. يعني هذا المفهوم. لقد انتهى عصر التدخلات الغربية، وهذا الكلام اللي قلت عليه. المستقبل يعود للحلول الإقليمية. المستقبل يعود للحلول الإقليمية، يعني حل الأقاليم. يعني حل الأقاليم، يجب تقسيم المنطقة كلياتها بشكل ديمقراطي إلى أقاليم. ومع عملية السلام اللي موجودة في تركيا إلا أساسا هي جزء من هذا المشروع اللي عم بيصير حاليا. هل ستنجح عملية السلام في تركيا أم لا تنجح؟ هذا أمر مختلف. هل سيختار بعض الدول الصدام الدموي بدلا الحل السياسي؟ هذا أيضا أمر مختلف تماما عن الحديث اللي بنتحدث فيه. وكما شدد الرئيس ترامب في خطابه في الرياض بتاريخ 13 أيار مايو، ولت الأيام التي كان فيها التدخليون الغربيون يطيرون إلى الشرق الأوسط لإلقاء المحاضرات عن كيفية العيش وكيفية إدارة شؤونهم الخاصة. مأساة سوريا ولدت من الانقسام، من انقسامات سايكس بيكو ولدت هاي المأساة اللي عم بنشوفها في سوريا كلياتها. أما ولادتها من جديد فلا بد أن تكون من خلال الكرامة والوحدة والاستثمار في شعبها، ويبدأ ذلك بالحقيقة والمساءلة وبالعمل مع دول المنطقة ولا يتجاوزها. نحن نقف إلى جانب تركيا والخليج وأوروبا، وليس هذه المرة بجنود أو محاضرات. يقول هذه المرة مو بالجنود، يعني مو بالحروب والجنود والمحاضرات أو حدود وهمية أو حتى حدود وهمية، بل جنبا إلى الجنب مع الشعب السوري نفسه. ومع سقوط نظام الأسد أصبح باب السلام مفتوحا. وهنا دائما يجب العودة إلى بداية الحديث. ما هو مفهوم السلام؟ مفهوم السلام هو طرحه أنه المنطقة قسمت من سايكس بيكو ليس من أجل السلام. ومع سقوط الأسد أصبح باب السلام مفتوحا، ومن خلال رفع العقوبات نمكن الشعب السوري من فتح ذلك الباب أخيرا واكتشاف طريقه نحو ازدهار وأمن متجدد. لكن هل هذه التصريحات فعلا تعكس واقع سوريا؟ هل هذه التصريحات تعكس فعلا واقع سوريا؟ طبعا دائما قلت لكم كل المشاريع اللي موجودة الدولية لا تكشف في الإعلام، وكل ما يتحدث به الإعلام هو ليس حقيقة، وكل ما يصرح فيه في السياسة لا يعمل به دائما. ودائما السياسة المبهمة هي التي تنفذ على أرض الواقع، هي التي تنفذ على أرض الواقع. هلأ أنا بدي أقول لكم دراسة نوعا ما أن شو اللي
المحادثات اللي حصلت ما بين الوفد التركي والأمريكي وأعضاء من التحالف الدولي ومراقبين بمن فيهم ممثلون من الأحزاب الكردية والتركية، وتناولت الوضع السوري. وهذا راح أقرأ لكم إياه قراءة، وكل ما نتحدث فيه تعرفوا أنتم هو إنتاج شخصي، مشان ما حدا يحمل حدا مسؤولية تانية أو كذا. وهي عبارة عن دراسة، عن تحليل، قابلة أن نخطئ أو نصيب، لكن بإذن الله ما أخطأنا أبدا، قبل ما أخطأنا أبدا. طيب، من هم الأطراف التفاوض؟ مين كانوا أطراف التفاوض؟ الجانب التركي مسؤول رفيع من جهازات الاستخبارات التركية ميت ومستشار أمني للرئيس رجب طيب أردوغان. الجانب الأمريكي ممثل عن البنتاغون ومستشار سياسي من وزارة الخارجية الأمريكية. وهذا من اللملمة اللي عرفناها من خلال التصريحات هنا وهناك، عرفنا هاي الأمور. 3، جانب من التحالف الدولي مستشار قانون متخصص بالنزاع السوري. 4، المراقبون ممثلون عن الأحزاب الكردية في تركيا كانوا موجودين، حزب الشعب الديمقراطي وحزب دم بارتي كانوا أيضا موجودين بصفة مراقبين. أبرز النقاط التي تفاوض عليها مع قوات سوريا الديمقراطية قصد في الأسابيع الماضية والمستمرة حتى الآن: 1، اللي اتفقوا عليه وأصر عليه التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية: استمرار دعم قسد بدعم ورعاية من التحالف الدولي دون تغيير. تمت مناقشة تعزيز الدعم اللوجستي والعسكري لقسد في مناطق شرق الفرات مع استمرار المناورات المشتركة مع قوات التحالف. الأمريكي ممثل عن البنتاغون ومستشار سياسي من وزارة الخارجية الأمريكية. وهذا من اللملمة اللي عرفناها من خلال التصريحات هنا وهناك، عرفنا هاي الأمور. 3، جانب من التحالف الدولي مستشار قانون متخصص بالنزاع السوري. 4، المراقبون ممثلون عن الأحزاب الكردية في تركيا كانوا موجودين، حزب الشعب الديمقراطي وحزب دم بارتي كانوا أيضا موجودين بصفة مراقبين. أبرز النقاط التي تفاوض عليها مع قوات سوريا الديمقراطية قصد في الأسابيع الماضية والمستمرة حتى الآن: 1، اللي اتفقوا عليه وأصر عليه التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية: استمرار دعم قسد بدعم ورعاية من التحالف الدولي دون تغيير. تمت مناقشة تعزيز الدعم اللوجستي والعسكري لقسد في مناطق شرق الفرات مع استمرار المناورات المشتركة مع قوات التحالف ووحدات مكافحة الإرهاب وقوات الأسايش. تم التأكيد على عدم تسليم هذه المناطق إلى أي طرف إقليمي وبشكل خاص تركيا. قسد ستبقى شريك للقوات الدولية وفاعلا قائما ضمن الدولة السورية. 2، مراقبة نظام هيئة تحرير الشام HTS. بعد لقاءات جرت في عهد ترامب تم الاتفاق على تكثيف الرقابة الاستخباراتية على الأنشطة العسكرية والسياسة لقائدها أبو محمد الجولاني. تركيا وفرنسا والولايات المتحدة والتحالف وافقوا على هذا، وخاصة بما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات التي تمت بوساطة واشنطن وباريس، يعني اللقاءات اللي حصلت ما بين الجنرال وأبو محمد الجولاني. في هنا كمان لقاء مرتقب ما بين أردوغان ومظلوم عبده، ولكن الفترة الزمنية الآن ما أعتقد أنا، وأنا حكيت عن هذا الموضوع وراح نحطها بالدراسة أنه وسائل الإعلام هي اللي تناقلت هذه الأنباء. تناولت وسائل إعلام عربية وتركية وأكدت مصادر تركية أن أردوغان سيلتقي قريبا بقائد قسد مظلوم عبده برعاية أمريكية لإعادة بناء العلاقات مع المكون الكردي في سوريا وتركيا. واعتبر هذا اللقاء بادرة حسن نية تجاه حزب العمال الكردستاني PKK الذي أعلن حل نفسه في مطلع مايو، وكذلك تجاه الأحزاب الكردية في تركيا دم بارتي بهدف دعم العملية السياسية وحقوق الكرد في سوريا. هذا من وجهة نظر الإعلام التركي، هذا من وجهة نظر الإعلام التركي. نحن هنا عندما نكتب دراسة نذكر كل المصادر وبعدين بنحط
مدى مصداقية هذا المصادر، وتجي بعدين نهاية رؤيتك الشخصية على الدراسة نفسها. 4. تنسيق مع الأحزاب الكردية في تركيا. تم بحث دور هذه الأحزاب كوسطاء بين أنقرة وقسد، مع وعود بتحسين أوضاع الكرد داخل تركيا مقابل ضبط التحركات العسكرية في سوريا وتجنب تهديد الأمن القومي التركي. وتم الاتفاق على دعم الحقوق الكردية في سوريا بشكل كامل، بما يشمل التمثيل السياسي الكامل في الدولة السورية الجديدة، حماية اللغة والهوية والثقافة، إدماجهم في مؤسسات الحكم وصنع القرار، فتح العلاقات مع الإدارة الذاتية. وإدارة ذاتية هنا معناها الحكم الذاتي طبعا، لأن الإدارة الذاتية هي حكم ذاتي في شمال سوريا. وأبدت تركيا استعدادها الكامل لإجراء محادثات مباشرة ودائمة وعلنية مع الإدارة الذاتية الكردية بشرط قطع أي ارتباط أيديولوجي أو عسكري يشكل تهديدا للأمن القومي التركي، خاصة بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه. نقاط التأثير في النقاش. فتح المعابر اللي أثيرت تلك النقاط في النقاش اللي حصل ما بين الأطراف هاي كلياتها. وإحنا شفنا طراطيش إخبارية كتير عن مسائل عديدة. عفوا بس دقيقة. ترى هي عملية جمع لكل الأخبار اللي كانت تحصل والتسريبات اللي تحصل من هنا ومن هناك. وقلت لكم هاي دراسة للموضوع. النقاط التي ناقشوا عليها: فتح المعابر الحدودية بين مناطق قسد وتركيا للتبادل التجاري. انتم تتذكروا معبر القامشلي، كثير من الناس اجت كتبت لي وكانت تكتب لي: صحيح معبر نسيبين راح ينفتح، صحيح معبر نسيبين راح ينفتح وقتها. وهذا يعد تسريب. أكيد في أطراف من داخل القاعات تحدثت عن مسألة المعابر فتم تسريب هذا الخبر، ولا ما بيطلع خبر مثل هذا بشكل عشوائي وفورا. طيب، السماح باستثمارات تركيا في قطاع النفط والغاز والزراعة في مناطق ذات الغالبية الكردية، ضمان قسد أمن هذه الاستثمارات. يعني تركيا تريد أو ناقشت السماح لها باستثمارات تركيا في قطاع النفط والغاز والزراعة وفي مناطق ذات الغالبية الكردية، وضمانات من قسد في أمن هذه الاستثمارات. طيب، شو نحن شفنا أنه ممكن تركيا توافق؟ تركيا وافقت على وقف دعم وتفكيك الفصائل المعارضة المسماة بالجيش الوطني. تركيا وافقت على تفكيكها التي تعارض القوى الكردية. يعني وافقت تركيا على تفكيك الفصائل المعارضة المسماة بالجيش الوطني اللي تعارض القوى الكردية. 2. إعادة دمج عدد من هذه الفصائل إداريا تحت سلطة هيئة تحرير الشام. كما وعدت تركيا بمراجعة سياساتها تجاه الكرد في الداخل، بما يشمل تخفيف القيود على استخدام اللغة الكردية في التعليم والإعلام، السماح بالمشاركة في الحكم المحلي يعني اللامركزية، إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان وسجناء سياسيين أكراد محكومين بتهم سياسية، صياغة دستور حديث جديد يشمل جميع المكونات. صياغة دستور جديد في تركيا يشمل الاعتراف بجميع المكونات في سوريا. هلا بيجي هون التعليق على كل هاي الدراسة اللي حصلت وانت بدك تحط بصمتك عليها. تركيا لم تعد ترغب بالتدخل المباشر في الملف السوري، وهذه التوجهات كانت أيضا جزءا من التوصيات المقدمة للحكومة السورية في دمشق. وقد كشفت الجلسات عن تباينات بين الموقف التركي والأمريكي بخصوص حجم الدعم لقسد، خلاف ما بين الأمريكيين والأتراك بحجم الدعم لقسد، حيث تدعمه أمريكا بقوة. طيب، شلون شفنا هذا الدعم بقوة؟ لما أدخلت أمريكا 150 دبابة أبرامس وقامت مباشرة بتدريب قوات
سوريا الديمقراطية وبعض عناصر قوات سوريا الديمقراطية على تلك الدبابات. هنا شو بيعطيك إيحاء أنه مصرة الولايات المتحدة الأمريكية على دعم قسد بقوة، والأتراك ما بدهم القوة هاي الكبيرة، يعني أنه يدعموهم بشكل كبير جدا. نرجع. تركيا لم تعد ترغب بالتدخل المباشر في الملف السوري، وهذه التوجهات كانت أيضا جزءا من التوصيات المقدمة للحكومة السورية في دمشق. وقد كشفت الجلسات عن تباينات بين الموقف الأمريكي والتركي بخصوص حجم الدعم لقسد، حيث تدعمه أمريكا بقوة بينما تتحفظ تركيا على حصوله على أسلحة متطورة، وتحاول في المقابل طمأنة الأحزاب الكردية في تركيا. من جهتها تعهدت قوات قسد والأحزاب الكردية بعدم الاقتراب من الحدود التركية أو تهديد أمنها، وأكدت أن هدفها الوحيد هو حماية مناطقها وبناء مصالح سياسية واقتصادية مستدامة، يعني دائمية. اللقاء أظهر وجود خلافات، لكن أيضا تقاطعات مهمة بين الأطراف، وخاصة بشأن بناء سوريا الجديدة، سوريا جديدة مدنية ديمقراطية شاملة صديقة لجيرانها وللمجتمع الدولي. ملاحظة: هذه المعلومات حيوية ولم تنشر على أي وسائل إعلام، مشان تعرفوا كمان. هاي هلأ هون بدنا نوقف عند نقطة اللي راح يسألني فيها كتير، إنه مقابل هذا كله شو هو حقوق الكرد في تركيا. طبعا تحدثنا باللامركزية، لكن أهم نقطة اللي هي الاعتراف بحقوق جميع المكونات الموجودة في تركيا وعلى رأسهم الكرد، وهذا لحاله وتحقيق ديمقراطية حقيقية، وهذا لحاله كفيل بأنه يجيب كل حقوق الكرد، لأنه من تصريح السفير الأمريكي السابق اللي ذكر فيه بكل وضوح أنه نحن ذاهبين إلى حل الأقاليم في المنطقة كلياتها لحتى نرفع الظلم اللي حصل باتفاقية سايكس بيكو، وقسم المنطقة هاي كلياتها وما راعى مصالح الشعوب اللي موجودة فيها سواء كانت قومية أو طائفية. وهذا أمر للغاية، مهم للغاية. إذا تتذكروا أنا لما قلت لكم حل القضية الكردية في إيران لن يكون عن طريق السلاح. أعتقد أنه أغلبيتكم يتذكر هذا الموضوع، أنه حل القضية الكردية لن يكون في إيران عن طريق السلاح. والآن نرى أنه حل القضية الكردية في تركيا أيضا لم يعد عن طريق السلاح. السلاح حقق أهدافه. نلاحظ الآن أنه في سوريا الدعوات كلها إلى الحلول السلمية والمفاوضات مع حكومة الشرع، بغض النظر إذا كان حصل بالمستقبل تصادمات مع أطراف أخرى خارج عن التيار أو خارج عن السرب. فهو نفس النظرة اللي طرحها القائد عبد الله أوجلان للأمة الديمقراطية اللي راح تنطلق على المنطقة كلياتها. ومفهوم أخوة الشعوب، طبعا مفهوم أخوة الشعوب هاي للشعوب التي تعيش على أرض الكرد اللي اسمها كردستان، لأنه في عدة شعوب تداخلت خلال 100 عام اللي فات، خلال 200 عام اللي فات، وجاءت من مناطق ثانية وأصبحت الآن يعني أبناء الأرض أيضا. فهؤلاء يسمونهم الكردستانيين وليسوا كرد، اللي هم عايشين على أرض الكرد. يعني في كتير من الشعوب الأخرى اللي موجودين في كردستان باكور أو كردستان روجهلات أو حتى في روجافا أو حتى في باشور. فمفهوم الأمة الديمقراطية أو أخوة الشعوب هي الأخوة مع هؤلاء الشعوب اللي أنت مضطر أنك تقبلهم في أراضيك، لأن هم أساسا أيضا يعني أصبحوا عدة أجيال وبدأوا ينتمون إلى الأرض اللي جاءوا إليها أسلافهم، وهذا أمر طبيعي جدا. فهنا مفهوم أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية بالنسبة لتلك الشعوب اللي إحنا عايشين معها. يعني مثلا في عندنا كرد حتى علويين كتير وملايين،
وفي عندنا كرد مسيحيين، وفي عندنا كرد إيزيديين، وفي عندنا عرب أصول عربية عايشين في مناطق غالبيتها كردية مثلا. هذول وبقوا بهاي الأرض صار لهم 200 و300 سنة وأجيال تانية. هذول إيش بدك تسوي فيهم؟ يعني تعاديهم؟ لا أكيد لا، لكن تعطيهم حقوقهم السياسية وحقوقهم الثقافية والاجتماعية ويعيشون معك أنت، إذا رضوا يعيشوا معك طبعا كمان. فهذا يسمى أخوة الشعوب. هنا بتسمى لأخوة الشعوب، وليست أخوة أنك تروح تدور بالعالم كلياته وبتقول للبشرية كلياتها تعالوا صيروا إخواني. هذا أمر أكيد ما له منطقي نهائيا ولا له علاقة. ولا أنت تستطيع أن تجبر أحد أنه يصبح معك أخ. اللي رافضك هو الأقلية، ما راح يقدر يسوي شيء طبعا وكذا، وهاي بده يطلع، هذا أمر طبيعي. فلذلك الحلول هي حلول إقليمية، ومجرد الاعتراف بالحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للمكونات في تركيا، هذا راح يجيب لك حقوقك، لأنه أنت عن طريق الانتخابات أنت العدد كبير جدا، واللي أنت تستطيع أن تعدل دساتير بالمستقبل، وأنك أنت تعمل لا مركزيات أو فيدراليات أو شو ما بدك، لأنك تستطيع أن تسيطر على كل الأمور. طبعا تبدأ أول خطوة باللامركزية، ممكن تكون لا مركزية مخففة. طبعا كثير من الناس يختلط عليها الأمر. وأنا قبل يومين ثلاثة كنت في السيارة وسمعت أحد اللايفات اللي بيتحدثوا فيها عن شو الفرق بين اللامركزية والفيدرالية، وهذا أنا شرحته كثير. فالمتحدث أو صاحب اللايف قال هذا ليس اختصاصي، أنا ما بفهم فيه. طبعا شوف، لازم تعرفوا شغلة واحدة: الحكم الذاتي والفيدرالية والكونفدرالية كلية اسمها لا مركزية. كل شيء يفصل المركز عن الأقاليم يسمى اللامركزية، يعني هي كلها اسمها لا مركزية. هلا المفهوم العام لكل هاي التسميات اللي موجودة اسمها اللامركزية. فأنت لما تقول لا مركزية هنا ما حددت شو هي اللامركزية. سقف المطالب فيها كلما ارتفع يتحول شكل من أشكال الحكم. إلا طبعا الفيدرالية يطبق على كل البلد. احنا هنا في سوريا منا مضطرين نجي نقول للعرب انتوا كمان في حمص اعملوا فيدرالية، اعملوا بالشام فيدرالية. ممكن هدول الناس ما بدها تعمل فيدرالية وما بدها تعيش بالمركزية الدكتاتورية، هذا ما لنا شغل فيه. احنا الإدارة الذاتية اللامركزية عندنا يعني حكم ذاتي، وكل ما زاد سقف المطالب فيها أو سقف الحقوق فيها إلى أن درجة تتوصل، ممكن توصل إلى درجة دولة ضمن دولة أو كونفدرالية كما يسمونها. يعني ممكن أنت عندك كونفدراليتين: كونفدرالية الشرق، شرق الفرات، وكونفدرالية الحكومة المركزية، لأنه هاي كمان جمهورية ولحالها، ويأتي هذولا الاثنين يتحدوا مع بعض حتى هذا وهذا حكم ذاتها، حتى هنا صارت حكومة اتحادية. فكلما زادت سقف الحقوق هنا تكون أقرب إلى الكونفدرالية. إلا مسألة الفدرالية هو يطبق على كل المحافظات اللي موجودة. طبعا بدي أجاوب على سؤال ضمني أيضا. في كثير من الناس راح تقول لي إحنا راح ناخذ حكم ذاتي مثلا أو إدارة ذاتية لا مركزية. هو يعني حكم ذاتي. الإدارة المركزية أو الإدارة الذاتية اللامركزية هو يعني حكم ذاتي. الحكم الذاتي هل يحق له بناء علاقات مع أقليم آخر مجاور من دولة مجاورة له؟ نعم، نعم يحق له، ولا يجب أن يتضمن بهذا بالدستور طبعا أنه الأقاليم يحق لها إنشاء علاقات سياسية اقتصادية حدودية أي شيء مع أقاليم المجاورة، وهذا أمر هام للغاية أيضا. فيستطيع إقليم كردستان العراق أنه مع إقليم شرق الفرات يكون بيناتهم علاقات سياسية وعلاقات تجارية وحدود مفتوحة واستثمار
وعلاقات ما بين الأسايش، وربط المسائل الأمنية مع بعض، وربط المسائل أو التهديدات العسكرية أيضا حتى تستطيع أن تربطها مع بعض. نعم، وبكل بساطة. لكن هل الشعب السوري أساسا مهيأ لهاي الأفكار؟ هاي الشعب السوري بعيد كل البعد عن المسائل الديمقراطية، ولا يفهم اللي يفهم فيها. يعني الكل عم بيلخبط ما بين الإمارة الإسلامية، يعني الإمارة الإسلامية، مع أنه الإمارات الإسلامية سابقا أو الدولة الإسلامية سابقا، وما في شيء اسمه دولة إسلامية، كان شكلي يعني بصراحة، لكن هي كلها كانت تتخذ مبدأ اللامركزية. يعني حتى في عهد الدولة العثمانية كانت لا مركزية، فكنا نشوف الإمارات كلها ضمن الدولة العثمانية نفسها. أول فترة كانت عبارة كلها عن لا مركزي. طيب، في الدولة العباسية والدولة الأموية أيضا كانت الحكم فيه لا مركزي، لكن التسميات مختلفة. يعني كان يولى والي على العراق، كان يولى والي على خراسان، كان يولى والي على الشام، كان يولى والي على تركيا الأناضول، كان يولى والي على كله. والوالي هو اللي مع مجلس الشورى تبع الوالي اللي موجود، هم يديرون الإمارة تبعيتهم كلياتها، ويبعثون فقط الضرائب والخراج إلى أمير المؤمنين اللي هو اللي كان يحكم يعني على أساس. لكن حتى الإمارات البعيدة، يعني مثلا كان يحصل فيها اضطرابات وكذا، وكانت بعيدة عن المركز ولا يعلم بها حتى الوالي، السلطان أو الوالي ما كان يعلم فيها نهائيا. إلى شفنا أواخر الدولة العباسية اللي بدأت فيها الإمارات بالاستقلال عن الخلافة. يعني حتى صلاح الدين الأيوبي كان بالبداية تابع للدولة العباسية، يعني والدولة الزنكية من قبله كانت تابعة للدولة العباسية، ولكن كانت تعيش بشبه كونفدرالية مطلقة حتى نقدر نسميها، وعندها جيش وعندها أمور الولاية تبعيتها اللي ما لها علاقة بالسلطنة نهائيا أو الحاكم. لكن هؤلاء العرب أو المستعربين الآن اللي موجودين ما عم بيفهموا حتى هاي. يعني بيقول لك بدنا خلافة إسلامية. طيب أنت الخلافة الإسلامية أساسا كانت أساسا على اللامركزية وعلى نفس الطريقة هاي، لكن تبدلت المفاهيم إلى مفاهيم عصرية وأسماء عصرية جديدة الآن، وصار شيء اسمه جمهورية، وشيء صار اسمه فيدرالية، وشيء صار اسمه كونفدرالية، وشيء صار اسمه دولة مستقلة. طبعا احنا بنشوف كمان كثير من الأخوة العرب اللي بيتهموا الكرد دائما بالانفصاليين. طبعا مفهوم الانفصالي لا ينطبق على الكرد، لأنه الانفصالي هو الذي يقتطع جزء من أرض هي ليست أرضه، أو شعب متجانس. يعني مثلا كل شعب عربي ذات طابع واحد وعادات واحدة وثقافة واحدة، ممكن يكون دين واحد أيضا، ويجي بده ينفصل عن جزء الأكبر، فهنا يسمى الانفصالي. أما الكرد لا ينطبق عليهم صفة الانفصالي، حتى لو طالب فيها راح يكون اسمها استقلال. طبعا أعطيكم أمثلة. نعم، جميع الجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي عندما سقط الاتحاد السوفيتي، هل كانوا انفصاليين أم استقلت عن الاتحاد السوفيتي؟ جميع الدول اللي لأن نتجت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، هل هم كانوا انفصاليين، يسمونهم انفصاليين أم استقلت؟ طيب، لدينا أيضا يوغوسلافيا اللي استقلت إلى 5 جمهوريات، 5 جمهوريات فيها استقلت: صربيا، جبل الأسود، كرواتيا، والبوسنة والهرسك، وكمان واحدة تانية، 5، 6 جمهوريات، يمكن مو 5، نعم 6. مقدونيا، على كل، وكوسوفو، هاي 6 صاروا. ولدينا تشيكوسلوفاكيا، هل
كانوا انفصاليين؟ هل كانوا انفصاليين أم استقلوا عن بعضهم البعض؟ هؤلاء شعوب غير متجانسة مع بعضها البعض، وكل منها يمتلك لغة مختلفة عن الآخر، فلذلك استقلوا عن بعضهم البعض. فهنا المفاهيم أن الشعوب التي تكون فيها عادات وتقاليد مختلفة ولغات مختلفة تستقل عن بعضها البعض وليس تنفصل. وهذا مفهوم الانفصال مفهوم غبي جدا وخاطئ يطلق عليه، فلا يطبق على الحالة الكردية. فالكرد من حقهم الاستقلال، نعم، إن أجمعوا الكرد كلياتهم في ظروف دولية كلياتها أنه يستقلوا، هذا من حق طبيعي، ومن حق أي شعب من العالم أيضا. فأي واحد يقول لك أنت انفصالي، يقول له أنا ماني انفصالي، أنا أطالب بالاستقلال، أنا لا أعتبر نفسي انفصالي أبدا، أنا ماني ماخذ أرض حدا نهائيا، ولا أنا مشابه إلك. ليش؟ أنا لغتي من نفس لغتك، أنا عاداتي وعادات تقاليدي نفس تقاليدك. هل نحن من عرق واحد؟ لا. فلا ينطبق هذا الأمر على الكرد نهائيا. طبعا نعود إلى الحالة السورية اللي نحن شايفينها حاليا، ومن تصريحات المبعوث الأمريكي إلى سوريا واللي هو السفير الأمريكي في تركيا السابق، من الواضح جدا أن سوريا ذاهبة إلى الأقاليم، وهذا أمر أصبح واضح جدا. لكن الصراعات الموجودة على الأرض السورية غير واضحة ولا تحدد الملامح إلى الآن. فيبدو أن الاتفاقات ما بين الإسرائيليين والأمريكان، عفوا الإسرائيليين والأتراك أيضا لن تنجح، لن تنجح. وراح نشوف بالفترة القادمة انقلاب إسرائيل مرة ثانية على حكومة الجولاني مرة أخرى. وأنا قلت لكم أنه حكومة أحمد الشرع تكذب على الجميع، تكذب على الجميع، تكذب على تركيا، تكذب على إسرائيل، وتكذب على الولايات المتحدة الأمريكية، وتكذب على الغرب، وتكذب على الشعب السوري. وهذا حكيته قبل 3-4 أيام، تذكروا هذا الكلام. اليوم شفنا بعض الصحفيين اللي صدروا منهم فيديوهات بيقول لك أحس الأتراك بأنهم عم ينخدعوا، وهذا مبني على كلامي، بيلعبوها بذكاء، بياخذوا من كلامي ومن تحليلاتي وبيلعبوها بذكاء بمنطقة أخرى. فقال لك أنه أردوغان يحس بأنه أحمد الشرع غير صادق، غير صادق. وفعلا الأتراك أحسوا الآن أنه أحمد الشرع غير صادق، فاستدعوا لعدهم مباشرة. وشفنا الآن كيف بدأت كتائب الجيش الوطني التابعة لتركيا بالتحرك لسحب البساط من الهيئة في بعض المناطق. شفنا في حما مورك، شفنا في سلوك تل أبيض، والآن في حلب أيضا، وعم نشوف الآن في درعا أيضا بدأت الحركة والصراعات اللي موجودة اللي راح تحصل ما بيناتهم هؤلاء كلياتهم. طبعا احنا بنعرف وتحدثنا عن هذا الموضوع كثيرا انه بالفترة القادمة احنا داخلين في حرب غير مفهومة. حكيت عنها، هم يسموها حرب أهلية، أنا ما بسميها حرب أهلية، لكن راح نشوفها حرب غوغائية. الحرب الغوغائية ما بتعرف مين بيضرب مين ومين ضد مين، يعني شي فلول بيقولوا لك، وشي بيطلع بيقول لك نحن جيش عشائر، وشي بيقول لك نحن الجيش تابع للهيئة، وناس تبع مخدرات، وناس تبع مجرمين، وكله فترة راح تضيع فيها معالم الحرب اللي راح تحصل في الفترة القادمة. وهذا تحدثت فيه خلال الشهور اللي فاتت كتير. كثير من الناس ظنت انه رفع العقوبات والكلام اللي هذا اللي بيحكوه انه هو خلص راح يسوي حالة استقرار. بالعكس، هذا اللي راح يزيد الطين بلة وعدم السيطرة على أولياء الحرب.
اللي هم مستفادين أكثر شيء من الصراعات ما بين مسائل التهريب، مسائل المخدرات، مسائل الخطف، مسائل الأتوات، مسائل كثيرة جدا. فالآن بنشوف كثير عم تطلع بتقول لك خلونا نطلع الشبيحة وفلول النظام اللي موجودين في المناطق هاي ونصادر بيوتهم وأراضيهم ونصادر كذا. طيب سؤال، ثلاث أرباع الشعب السوري كان مؤيد لبشار الأسد وقتها، هل الربع الشعب السوري قادر أنه يقضي على ثلاث أرباع الشعب السوري سابقا؟ شئنا وبينا، هي حقيقة يعني. طيب وين المحاكم؟ وين الإثباتات؟ قتل عشوائي، نطلع الناس عشوائي، يعني هي أصبحت شريعة غاب في سوريا. وكل ما أخذ الوقت أكثر رح تصير شريعة الغاب هاي تتوسع أكثر وأكثر خلال المرحلة القادمة. والدول الإقليمية كمان لها مصالح كثير، سواء كانت تركيا، إسرائيل، إيران، كل هاي الدول لها مصالح. روسيا طبعا احنا شفنا الآن الروس بدأوا بالعودة إلى مطار القامشلي والقواعد تبعيتها السابقة اللي كانت متفقة فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأوا العودة إلها كلياتها وعززوا من قواتهم الموجودة في الساحل أيضا. وشفنا خلال الفترة اللي فاتت يعني طيرانهم أصبح يخرج على الساحل بشكل كبير. شو هذا السبب؟ هي التناقضات الدولية في أوكرانيا. شفنا تحرك الروس على جبهة فنلندا وتعزيز قواتها وبناء معسكرات على الحدود الفنلندية اللي هي مئات الكيلومترات، قد يتجاوز 1500 كيلومتر. وشفنا ازدياد الضغط في أوكرانيا بالنسبة للروس، وأنا حكيت لكم أن الروس سيقومون بعمليات عسكرية قبل المفاوضات، لأنه إذا ما أحرزوا تقدم على الأرض الروس في الفترة القادمة لن يكون موقفهم قوي على طاولة المفاوضات، وهذا تحدثت فيه مطولا أيضا. فشفنا الآن الهجمات الروسية ازدادت قوة بشكل كبير في أوكرانيا، وحتى الروس يتهربون الآن من مفاوضات السلام. فما حضر بوتين في تركيا لأنه الوضع الروسي على طاولة المفاوضات الآن مع الغرب ليس بالقوة اللي بدها إياها روسيا. فلذلك يجب أن الروس يضغطون عسكريا ويحققوا مكاسب عسكرية أكثر ليكونوا أقوياء على طاولة المفاوضات. واحنا شفنا التقارير الإخبارية التي تتحدث عن إمداد روسيا بالأسلحة الصينية، وبدأت الصين الدخول على الخط الآن في الحرب الأوكرانية بدعم روسيا أكثر. وقبل أنا شرحت لكم السنوات اللي فاتت كثير مسألة علاقات الروس مع الصينيين، وقلت لكم هي علاقات هشة كثير، لأنه أساسا في صراع تاريخي ما بين روسيا والصين، لكن بسبب المصالح اللي موجودة الآن ممكن يتفهموا بعض التفاهمات بيناتهم ويصير بيناتهم أحلاف أيضا، ممكن أحلاف عسكرية أيضا، بسبب العدو المشترك لهم كلياتهم. فالتغير اللي عم بنشوفه هو ما تغير بمعنى التغيير، لا، هي عبارة عن صراعات قبل بدء مرحلة السلام اللي راح تحصل. عم نشوف أيضا أنه نتنياهو عم بيحاول إفشال المحادثات ما بين إيران والأمريكان، وهذا كمان لأنه نتنياهو يحتاج إلى حرب لا محالة. لكن أعتقد أنه راح يرضيه نتنياهو بالفترة القادمة أنه أنت اشعل الحرب في العراق
بعد ما تنهي موضوع جنوب لبنان وسوريا وغزة أيضا، رح تصير هلا الضغط كبير على غزة، وشفنا احنا صار وحكينا عن هذا الموضوع، وشفنا ممكن يتولد ضغط تاني على جنوب لبنان يفتعل هذا الأمر كمان، ومن ثم بعدين جنوب سوريا، لأنه الروس راح يفشلون حتى الاتفاق التركي الإسرائيلي. الاتفاق اللي حصل ما بين تركيا وإسرائيل الروس راح يفشلوه، وما راح يخلوا على الأرض السورية. الآن بدأوا بدفع قواتهم مرة أخرى وبأسلحة صينية، وشفنا تحركاتهم بكل القواعد اللي موجودة. هون الأمريكان ما بيقدروا يعترضوا عليهم، لأنه أساسا هي اتفاقيات حصلت ما بينهم بين الأمريكان مسبقا، فرجعوا الروس على قواعدهم اللي أساسا ما تركوها، لكن كانوا مخففينها كتير. فيمكن إرضاء نتنياهو بحرب على العراق وعلى الفصائل الشيعية اللي موجودة في العراق، لأنه نتنياهو لا يستطيع العيش في إسرائيل والاستمرار في الحكومة الانتقالية الموجودة من دون حرب، وهيحطوها قاعدة، لأنه من مجرد وقف الحرب سيتحرك الشارع الإسرائيلي ضد نتنياهو، سيتم حل الحكومة والدعوة إلى انتخابات جديدة، وسيتم محاسبة نتنياهو عن قضايا الفساد اللي الآن جمدت. فمن المستحيل أنه نتنياهو ما بيستمر في الحرب، فلذلك راح نشوف راح يفتعل حروب جديدة. طبعا مثل ما قلنا لكم، ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أبدا ضرب على إيران، وإيران تحتاج إلى مفاوضات، وفي هناك مسائل لوجستية بالنسبة لموضوع الأسلحة النووية اليورانيوم المخصب ونقله إلى دول أخرى، وهذا يحتاج إلى تقنيات، ويحتاج إلى مسائل نظرية كثيرة قبل الحديث عن هذا الموضوع. وهذا بالنسبة يقرق نتنياهو. ليش؟ لأنه بيقول لك هاي الفترة الزمنية كلها أنا راح أتحاسب عليها إذا ما عملت حرب أخرى في منطقة معينة، وكان إلي يعني الدوافع أنه أبقى في سدة الحكم في إسرائيل. فلذلك أنا باعتقادي طرحت موضوع العراق قبل كم يوم، لأنه على أساس أنه الولايات المتحدة الأمريكية راح تقول لنتنياهو تفضل اعمل اللي بدك إياه في سوريا، واعمل اللي بدك إياه في لبنان، وبعد أن تنتهي أيضا تسلى بالعراق والفصائل الشيعية اللي موجودة في العراق، وأنا معك بتسلى معها، بس لا تقرب لي على إيران حاليا. أتمنى تكون وصلت الفكرة، وناخذ استراحة.